انا اخدت 421 طلقه بمجموع 15 خزنه باربع جربنديات بعيشين. ياه. انا نازل اعمل عمليه عسكريه وهقابل 10 دوريات مسلحه عليها مدافع فيكرز. الخطه دي اولا بتدرس الان في اكاديميه التخطيط الحربي. يعني جت جم لواءات من اداره التخطيط الحربي وقعدوا معايا وشرحتها لهم وعملتها لهم على ماكيت وخدوها نفذوها في مدرسه الصاعقه. وبعد كده وبتدرس دلوقتي؟ بتدرس بقالها قد ايه بتدرس؟ بقالها 20 سنه. اوضه السلاح ليك 4 5 زمايل ليا قاعدين جوه. فانا عايز اخد ذخيره، وكان فكري انا يعني ان انا اثبتهم عشان اتمكن من اخذ الذخيره، لان ما ينفعش انزل بخزنه فيها مثلا 30 طلقه. فوقفت ورا الباب واتجهت الى الله، قلت له يا رب انت عارف اللي في سري وعارف انا عايز اعمل ايه، فدي انا عاجز عنها الجزئيه دي بالذات، لان دول زمايلي قاعدين امبارح ناكل عيش وملح مع بعض وفي كم من المشاكل وفي كم من المشاعر طيبه بيني وبينهم. فصعب ان انا ارفع السلاح في وشهم واثبتهم يعني مهما كان العمل. فدي الجزئيه دي سنه. فقلت له فكها من عندك انت. الشيخ الغزالي طبعا ريح قلبي لما جه حضر المحكمه بتاعتي وكان جاي يقر بمشروعيه اللي انا عملته. قال لي وهل انت تعلم الغيب؟ قلت له حاشا لله. قال لي مجاز ربنا سبحانه وتعالى مدخرك عنده ورحمته لشيء اكبر وحاجه تانية. قلت له الحمد لله. انت كنت عامل حسابك انك مفيش عودة. يعني انك هتستشهد مفيش عودة لان انا هدخل هضرب. انا ركزت على الاتوبيسين اللي هو الاتوبيس فنيين وعساكر واتوبيس الضباط. الاتوبيسين دول بيحرسهم دوريات اسرائيليه وقوات رد سريع عندهم التحركات العسكريه بالجبات قويه. ولكن سبحان الله احنا عندنا ايمان الجندي المصري وقلبه اقوى من التجهيزات العسكريه الاسرائيليه، وذاك ربنا سبحانه وتعالى كلل نجاحي ان انا اقدر اجهز طول الليل ذخيره. انا عايزاك تقول لي بالظبط يوم العمليه او ليله العمليه الذخيره جت منين؟ جهزتها ازاي؟ واخترقت او دخلت الحدود ازاي؟ انا قعدت طبعا ميعاد خدمتي ان انا ماسك خدمه من الساعه 10 بالليل ل2. طبعا يعني هي فيها عمليه عسكريه كده. انا اجلت ميعاد الاتوبيس ووقفت الزمن بالاتوبيس. انا استخدمت نفس فكره عساف ياجوري في اختراق الحدود الاسرائيليه في ضرب الاتوبيس اللي هي بدايه قوات ونهايه قوات. هي عمليه حسابيه لها طبعا عشان اشرحها لها هتاخد وقت طويل، بس باختصار جدا انا ربنا اكرمني وقدرت اوصل لنقطه ميته في تامين الاتوبيس داخل الحدود الاسرائيليه 5 كيلو. يعني ايه نقطه ميته يا استاذ ايمن؟ يعني الدوريات الاسرائيليه دوريتين بيجوا من هنا يامنوا الطريق ويطلعوا يقفوا ورا بوابه الامن. بيبقى